اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم الفيديو مالتنا ان شاء الله راح يعجبكم. اليوم فيديو مالتنا كله تنظيفات عميقة قبل الشتاء، وهاي الشغلات اللي تحبوها الروتينات. اول شي شفتوا مثل ما شفتوا انتو، صورت لكم اول ما طلع يوسف. طبعا حرفيا اني من يطلع يوسف ابد ما انام. هسه أنا هو طلع ودا اسجل لكم بهذا الفيديو، وطلع بيومها ودا يعني بلشت تنظيفات. المهم هنا أنا حبيت أغير لهم بالريوق، حتى شنو ما يملون. تعرفون الجهال خصوصا بالمدرسة يقعدون ما يتحاجون، فلو ما يريدون ريوق، لو يملون البيض أو الأجبان أو هاي السوالف، فدائما أما أسوي لهم بهاي الكابسة لو توست أو الصمون الكهربائي، أخلي بيه جبن وأكبس لهم إياه يتقسم بهذا الشكل ويصير كلش طيب، يحبوه. لو يعني ياخذوه وياهم للمدرسة، لو يتريقون بيه هنا. المهم حبايبي، أو إذا ما عندكم صمون كهربائي تقدرون تسووها بالتوست. الحشوة اللي انتو تحبوها تقدرون تحشوا لهم إياه، أي جبن نوع يحبوه هم. هنا أنا أخلي سيليفون حتى ما يلزق أي أجبان، أي شي يطلع من اللفة بالكابسة. وهسه ورا ما كملنا فقرة الريوق نجي عالجلف والتنظيف الزين. أول شي مثل ما شفتوه أخذت الكوشات وأخرت الوجوه مالتهن وقبل على الغسالة، كله غسل وجلف. من زمان ما مسوية هيجي حملة عميقة على البيت وعلى التخم همينة. تعرفون ذيك الأيام كنت يعني بالصيف، الله لا يعودها من أيام إن شاء الله، كنت مريضة وما أقدر أسوي هاي التنظيفات. فهسه شنو قلت خلي بلش أنظف هيج تنظيفات عميقة، ووحدة وحدة وبالسرعة، حتى شنو حتى مو كلهن فد جاية ويا جاية الشتاء والبرد ومن يبرد الجو. أول شي ما بلشت بيه حبايبي التخم يعني حرفيا كان يرادله من هاي الجلفة مثل ما تشوفون. خليت زاهي وخليت معطرات ومنظفات اللي متوفرة عندكم، وجلفت التخم كله من كل الجوانب. جلفة من هاي الزينة اللي يحبها قلبكم. بعدين شنو أخذت البردات همينة، خليت أبو يوسف ينزل ياهن وذبيتهم بالغسالة، قاصر وزاهي وتايد. طبعا يعني يخبلن ليش؟ لأن المبردة دامرت لي ياهن، يعني تعرفون انتو المبردة تدمر بصراحة. هنا ورا ما كملت الهول، وهمينة أخذت لي شوية على السيراميك على الكاونتر. صح أنا مو كلهن أسويهن بنفس اليوم، بس بما أنه أنا قاعدة من وقت وكملت تنظيفات الهول من وقت، فهمينة المطبخ كان له حصة بالتنظيفات والجلف اللي يحبه قلبكم. هنا أنا ورا ما وخرت التخم وكملت الاستقبال ومسحته وجلفته وما أدري شنو، طلعت على المطبخ. ومثل ما تشوفون إذا مو هيك جلف وغسل وبالصوندة، وحتى إذا ما تنوش الصوندة لي جوا حيل، بالسطل أخلي مي وأغسل. هاي شنو؟ هاي ورا ما جلفته بزاهي وقاصر. طبعا أنا مو كل شي أصور، ليش؟ حتى أخذ راحتي حبايبي بالتنظيف، لأن من أنظف ألتهي، يعني ياخذني الواهس. الداير مداير الطباخ كله جلف بالقاصر طبعا، حتى أي دهن أي شي عندكم كله يروح. وبالأخير شطفة من هاي الحلوة بالصاندة. وهيك يلا أحس أني بصراحة بالنسبة إلي يلا أحس إنه البيت ينظف مثل ما تشوفون. جوا الكاونتر، جوا السينك، جوا الطباخ، هاي كلها غسل بالصاندة حتى تحسون البيت نظف. هنا أنا ورا ما كملت كل شي ونشفته بالماسحة، هسه لازم بالوصلة حتى بعد ما يبقى عندي أي مي. وشنو بنات، بلشت أنا هاي التنظيفات هسه، قلت حتى أخلص من هاي الجلف والتنظيفات شوية شوية حتى من يجينا البرد ما بقى شي إن شاء الله، ويجي يطب علينا الشتاء. ما تدرون أي ساعة إنه يبلش الجو برودة، ذيك البرودة يعني القوية. فقلت خلي أكمل هسه حتى يبقى عندي بس الفراش. طبعا الفراش أنا كله مغسول عندي وجاهز وكل من بكيسه، يعني بس يبقى بس الفرش مسحة خفيفة مثل ما تقولون. وهاي هي
إن ما يعني سعفت البيت، نظفت البنكات، هاي السوالف كلها أنا خلصت منها، شبابيك جام كله مسح وغسل. المهم هسه شنو، هسه نجي على الغدا. اليوم الغدا مالتنا من زمان أنا ما مسويت هاي الأكلة من زمان كلش، فهمينة حبيت أسويها. همينة هي سريعة ما تاخذ من عندكم وقت، إذا كل شي جاهز عندكم وجوا ايديكم. خليت تمن، لحم مثروم، كرفس، بصل، وخليت ثرم الطماطة. طبعا أنا ذني كلهن أثرمهن بمحضرة الطعام حتى ما أتعب ووقت همينة يوفر لي. المهم خليت معجون دبس الرمان شوية حامض، وخليت ملح وفلفل أسود. ما أحب أكثر بهارات بهاي الأكلة حتى يحسون بطعم الأكلة بدون بهارات. وهنا الشجر قشرته وحفرته بهاي الطريقة وغسلته وخليت وياه باذنجان. انتو تحبون تخلون وياه بكيفكم، ما تحبون ما تخلون. وراها بعدين حشيتها هاي كل هالكمية ورا ما غسلتها، وقبل بعدين سويت الصلصة وخليتهم بالصلصة وتصير عندكم أطيب. انتو شنو يسموها، شيخ محشي، أو بعض من عندهم يسموها مدفونة. وحتى أنا مجربتها بالطريقتين، إنه يقلوه قبل ما يحشوه، همين مسويتها وهالمرة مستعجلة فسويتها بهاي الطريقة، هم طلع كلش طيب. هنا حمست بصل، حمست معجون وسويت الصلصة. الكمية كلها حشيتها بهاي الطريقة، كملت عندي. وحتى بقى عندي حشو، خليت فلفلاية حشيتها وخليتها وياه، وصار بهذا الطريقة. ما أحكي لكم الطعم والريحة. وسهمكم ألف عافية حبايبي. هسه البردات طبعا رجعنا علقناهن ورا ما غسلناهن من هاي الغسلة الزينة. مثل ما تشوفون رجعن الوجه يعني الأصلي كانت المبردة حرفيا مدمرت لياهن، غسلتهن من هاي الغسلة الزينة قاصر وتايت وزاهي، ورجعت علقتهن. هنا التخم همينه شفته نشف كلش، يعني ما بي بعد أي رطوبة. برا ما جلفت أنا البنكات البوب، طبعا شي أكيد الشبابيك مفتوحة فما ظل بي أي رطوبة، مع العلم أني يعني جلفته عن ناشف. فهسه شنو، هسه المفرش مال التخم أني أصلا غاسلته وضامته يعني نظيف، فهسه لازم أخلي مفرش التخم حتى ما يرجع يدمروا لي الجهال، وما يرجع يتوسخ تراب أو أي شي يعني ما يتوسخ بيه، يحافظ عليه المفرش مال التخم. يعني صدق شت متندمة إنه أنا شايلة المفرش من عنده، بس شنو حبيت يعني أغير ذيش الأيام، وهمين كان صيف فشلته. فهسه بعد أبد ما أشيله، لأن صدق يدمر بدون يعني مفرش يتدمر، خصوصا هو لونه بسرعة يتوسخ، يعني يلم تراب إذا مو جهال يوسخوه. هنا كملنا كل شي، الكوشات انغسلن ورجعن كل شي لمكانه، البيت صار نظيف وتحسون بالنظافة وهاي الأجواء النظيفة. حبايبي لي هنا يخلص الفيديو مالتنا، أتمنى عجبكم. أدري بكم تحبون هاي الروتينات مال التنظيفات العميقة. لا تنسوني باللايك والاشتراك وفعل الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي إن شاء الله بالأيام الجاية. أحبكم حبايبي.